يا ريت تقف قصاد ربنا وتطلب منه الحكمة. اطلب الحكمة والفهم اكثر من اي طلب اخر. ربنا قال لسليمان اطلب زي ما انت عايز، فلم يطلب الا الحكمة، وربنا انبسط منه انه طلب الحكمة. قال له علشانك طلبت الحكمة وما طلبتش حاجة تاني، هديك الحكمة وهديك كل حاجة تاني. اطلب الحكمة اكتر من اي حاجة. مرة سألوا القديس الأنبا أنطونيوس، قالوا له ما اعظم الفضائل؟ قال لهم في ناس صلوا هلكوا بصلواتهم، وصاموا هلكوا في صيامهم، وتصدقوا هلكوا في صدقتهم لانهم لم يسلكوا بحكمة. اما اعظم فضيلة تطلبها فهي فضيلة الافراز. الافراز يعني تفرز بين الصح والغلط، بين الخير والشر. فضيلة الافراز هي فضيلة الحكمة والمعرفة. اطلب الحكمة. الكتاب بيقول الحكيم عيناه في رأسه، اما الجاهل فيسلك في الظلام. الحكيم عيناه في رأسه، اما الجاهل فيسلك في الظلام. اقتني الحكمة والفهم اكثر من اي شيء اخر. قل له اعطني يا رب الحكمة من عندك، اعطني روح الحكمة والفهم، روح المعرفة والمشورة. عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، ارشدني في الطريق.